تعال أحكي لك قصة العتبة. أي باب له عتبة، يعني ما بتمر من الباب إلا إذا تجاوزت العتبة. ونفس الموضوع بالانتخابات، عشان تتجاوز العتبة لازم تجيب عدد من الأصوات. قديش يعني؟ حسبتها بسيطة وما بدها أينشتاين. الدائرة الانتخابية العامة عتبتها 2.5% من عدد المقترعين. يعني لو عندنا مليون ناخب نحسب نسبة 2.5% من المليون، بيطلع معك 25 ألف صوت على أي قائمة حزبية بتتجاوز هذا الرقم بتدخل على المنافسة. طيب وبالنسبة للدوائر المحلية هل في عتبة؟ نعم في، وحسبتها بنفس الطريقة اللي قبلها، بس بيفرق انه نسبتها 7% من عدد المقترعين. يعني لو عدد المقترعين الكلي لدائرة معينة كان 100 ألف صوت، بتكون العتبة لهاي الدائرة 7000 صوت. تمام؟ تمام. الدائرة العامة عتبتها 2.5 والدوائر المحلية عتبتها 7%. طيب هل للعتبة فوائد أخرى غير إنها بتحدد مين بيتأهل وبيكمل السباق الانتخابي ومين لا؟ نعم نعم نعم. وفائدتها المباشرة إنها بتدعم العمل الجماعي للقوائم الحزبية، وبالتالي بتدعم العمل الجماعي في المجلس بدل ما كل واحد يشتغل لحاله.